وقد تفاجأ بان ايطاليا والمانيا في النهائي يعني. عايز بس يعني اقول لكم الى اي حد كرة القدم والى اي حد وجدان عالمي انساني. يعني كرة القدم هي اللغة الانسانية الهائلة اللي موجودة بين الشعوب، وبالذات بيبان ده بقوة في فترات كأس العالم زي ما احنا فيه دلوقتي. عايز استعيد معاكم او اعيد لكم مشهدا انتوا غالبا اللي في الريف المصري وغالبا كمان اللي في الصعيد اكتر يحسوا المشهد ده جدا. قرى صغيرة بين جبلين في حضن الجبل زي ما بيقولوا كده، ما فيهاش اي حاجة تدل على مدنية، قرية فقيرة، عزبة، كفر. تخيل ان اللي انا بقوله ده بيحصل في مصر دلوقتي. الناس اللي مش لاقية تاكل لحمة لان كيلو اللحمة ب60 جنيه، في الريف في الصعيد ب60 جنيه كيلو اللحمة. اذا بيهم بيروحوا جرن واسع في البلد، خدوا اجروا واحد من اهالي البلد وجاء فيه تلفزيون وجاي فيه عرض الكاس العالم، فرش حصر مش كراسي طبعا، المسألة مش وصل للطرف ده، ويخشوا ب5 جنيه وب50 قرش كوباية الشاي. يعني عشان تدخل تقعد في الجرن تتفرج على الماتش تدفع 5 جنيه. انت ايها المواطن الصعيدي الريفي الفقران اللي مش عارف تشتري كل لحمه لعيالك، فاذا بيه هو وعياله كل واحد يدفع 5 جنيه ويروح يتفرج على كاس العالم، اللي هم ناس دول غرب. ده مش اهلي وزمالك، لا ده هناك بعيد. وبعدين لما تشوف مباراه الافتتاح معاهم تذهل كانهم مولودين في البرازيل. الشعب المصري مشجع البرازيل كأن البرازيل دي ولاد عمتنا، يعني اللي بنروح نصيف عندهم في اسكندرية كل صيف. حاجة برضه غرام غريب بالبرازيل والكرة البرازيلية. ارجع اقول هل المعارضين في البرازيل مرة اخرى، عشان برضه نتكلم في الفرق ما بين السياسة والوطنية، هل المعارض البرازيلي الغبي اللي طالع يعطل السياح والضيوف كاس العالم وبحجة انه حكومته بتعمل سياسات خاطئة، ماشي يجوز، يعني دي مشكلته مع حكومته.